علي عليه السلام كان إمام المتقين، لم تعرف عنه سيئة ولا أثرت عنه معصية قط. ما أكو في كل التاريخ أن عليا ارتكب معصية واحدة، ما. أكاذيب أموية هنا وهناك، المخالفون بأنفسهم يردونها، يقولون هذه أكاذيب أموية ما لها وجه من الصحة. أما أبو بكر فطبعا لم يكن تقيا، لأنه لو كان تقيا لما اختلق حديثا مكذوبا على رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنا معاشر الأنبياء لا نورث. لما وصف الزهراء وبعلها صلوات الله عليهما وشبههما بأم طحال الباغية الزانية. لما هجم على الزهراء وارتكب تلك المجازر وتلك المظالم. هذا خلاف التقوى. عمر هم كسابقه في جرائمه وفي مظالمه، بل ربما زاد عليه كما وليس كيفا. ولكن نموذج آخر من تقوى عمر نجده هنا في الرواية التي رواها ابن حجر في كتابه الإصابة في معرفة الصحابة، الجزء الأول الصفحة 457، أن عمر أمر في طريقه إلى الحج خوات بن جبير أن يغني لهم من بنات فؤاده ما شاء حتى السحار. يذهب إلى الحج، ما يقول لبيك اللهم لبيك، يذهب إلى الحج وهو يتغنى ويأمر المغنين بأن يغنوا له. هذه تقوى عمر بن الخطاب.